الصعد ايه اللي جربه واحطه يمنع نمو الشعر. ازاي تعملي عدد جلسات ليزر اقل، وبالعكس حتى لما توقفي الليزر الشعر ما يطلعش تاني. وللعلم انا عندي تكيسات فان الشعر اصلا يبطل يطلع، دي معجزه. وده يا ستي بارت 1 ازاي تعملي ابجريد لجمالك. روتين وباختصار كنت بروح اعمل جلسات الليزر بانتظام، وانا لسه عندي ممرضه الليزر على طول بحط الكريمات اللي اتفقنا عليها علشان الحروق، وبعدين بحط اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده، بحط زيت لمسه تقليل نمو الشعر من بيت الزيت. بس معلومه صغيره ان مش بس زيت الصعد هو اللي بيمنع نمو الشعر، لا كمان الترمس المر. جبت زيت لمسه تقليل نمو الشعر بحطه على طول وانا لسه عندي ممرضه على جسمي كله، حتى المناطق الحساسه طبعا. وهتلاحظي ان من ثالث جلسه معدل انك تروحي تعملي جلسات الليزر بدل ما كنت بتعملي كل شهر مره هتعملي بعد كده كل شهرين جلسه. بس هقول لك على نصيحه لزيت لمسه تقليل نمو الشعر، انك تستخدميه يوميا، ما تستنيش انك تعملي عندك جلسه، لا انت لو استخدمتيه كل يوم ده اللي هيعمل لك تقليل جامد في نمو الشعر. انا مش انانيه، انا كمان جبت لكم برومو كود من بيت الزيت سيبه لكم عندي تحت في الكابشن. لو جربتي قبل كده زيت الصعد لوحده جربي بقى زيت لمسه لتقليل نمو الشعر. سلام يا قطيعه قلبي.